هاو ازرجان سيسكو. مرحبا. احلى ازر. احلى سيسكو. تخيل دينيو صح شريبتكم تري دينيو. فما قهوة في المنزل سيس نقعد فيها كنت ديما سنة تخي دينيو. كابتن وينك يا كابتن؟ كل عام وانتي بخير يا خويا، رمضان مبروك. صحة الشربة. أموري وينك؟ الحرارة ستري تونيس جا. هو كان خليتونا هكا 9 كعبات 10 كعبات في اللايف، هي اللي انت نعملوا سهرية دلولة للصباح. هزت الأصل. اي ولاش تعمل. نوح وينك يا نوح؟ عندك مدة غايب من يمين. مرحبا. هاو الشيخ وحده يسمع فيك، سلم لي عليه برشا برشا برشا، قول له راهو مع الماكلة ما نفدلكوش احنا. عبد الحميد وينك يا عبد الحميد؟ كيف الحال شبابي؟ عندي مدة ما حليتش لايف مديدة بالشهور، وليت نقعد 3 شهور 5 شهور 6 شهور. يومنا مرحبا. فهمت هيك. وعليكم السلام. لا السلام تكفي يا عبد الرب. خليت علينا بلاصة كبيرة. يعيشك يا خويا يعيشك. لكن الحاضر يجزي مثلش. الحاضر يجزي. مرحبا بكم الناس كلها. البارح طلعت مع الأولاد لايف أنا. لا حلال مادام مع الشيخ أمورنا واضحة. مادام مع الشيخ جونا به. الجماعة يبعثولي في جاست خارجي حاسيلو على عجلة تقول قسم بالله شي غريب. عموري يعيشك يا عموري يعيشك. اي كنعانيون يا عمر كنعاني. لا لا ما عندش علاقة الفينيقيين. علم الجينات أثبت عكس هذا، والعلم الأركيولوجي وكل العلوم أثبتت غير هذا، لكن الله غالب عنا ناس مخها محجر. الباحث كمال مرحبا سيدي. أنيس إدريس صح فطورك يا أخوي مرحبا. هاي والله يا والله كيكا قالق قلت برا نحل لايف. فهمت. نزيد عندي برشا ما حليتش بشهور وليت هكا. ميرا مرحبا صحة شريبتك. هاي قلنا برا نحلو لايف مش مشكلة. تشيف وينك يا تشيف؟ هاي فاش تحبونا نحكيو سيدي؟ اقترحوا علينا شو مواضيع. والله مريض على الاخر مش مريض شوي. ايمن واحلى ايمن بلومان مرحبا صحة شريبتك. هل ترشيش في تونس؟ اي وهذا مثبت على قليلة في المصادر والمراجع. معز مرحبا مرحبا يا معز. هاي شوية على حطب. هي سنتانا. والله أنا فرحان زاد خاطركم معي. والله أنيس عندنا برشا على الصويت هيك وعد. دوام الحال من المحال. نجمش معناها تقعد كها. بعدين حاطها رم علاقة شط جديد بمصر. علاقة شط جديد بمصر بس نحكيو فيها مش مشكل. صح يا أحمد بن سلطان وينك شنو أحوالك؟
سي صابر وقتاش جاي بحذانا لتونس؟ والله فماش برنامج سياسي لا سعادة ما شاء الله. أول رمضان أنا ما نبداهش في تونس، عندي سنين تو العادة ديما الجمعة الأولى ديما في تونس. هاي بلال شنو أحوالك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أنا كيكا طلعت في راسي تو قلت برا نمشي نحل يا كهو. اللي صاير اليوم في الجيوبوليتيك العالمية كيفاش تشوفها من منظورك التاريخي؟ باه ممتاز السؤال. مريم التركي مرحبا، مساء النور، صحة شريبتك. أكيد مش تحكي لنا على الأهرامات؟ لا مش بالضرورة، فهمت. تعرف يا أستاذ شؤون البلدان الكل مربوطين بوزارة الخارجية البنتاغون إلا تونس. إلا تونس بالبنتاغون. طلع التصوير الفوق شوية. أنا نعرف نطلع ونعرف نهبط في بالك جيجي. انتم يظهر لي انتم فهمتوا الكونسيبت كله قايم على التصويره اللي في التصويره هذاك اللي مش لحظه بركي. هذا نلقى لكم حل، عندي حل ممتاز. نلقى لكم حل. هاي هاني نقصت بيكم لبلاصه اخرى تشبه الشط الجريد. قولوا الاهرامات بنوا الفراعنه صحيح خويا ولا اختلفوا فيه؟ لا هذا مش مثبت اللي بنوها الفراعنه الاهرامات، بالعكس، بل انه الفراعنه يعني وقت اللي اسسوا الحضاره نتاعهم لقاو الاهرامات مبنيه ما بين الدائل اللي يعتمدها يعني اصحاب الاطروحه هذه، انه ما فماش في وسط الالاف من البرديات حتى برديه تحكي على بناء الاهرامات او على طريقه هندستها او على طريقه تفصيلها، فهمت. لكن هذا ما يمنعش اللي عنده معلومه كبيره كما علوم النحت، وعنده علوم يعني كما الفلك، وعنده علوم كما الخيمياء، وعنده علم السيمياء، يعني عنده برشا علوم، فهمت. وانت مش ما تحبوا تحكي الفلك يزي منه حكينا فيه البارح. دونك شوفوا حاجة أخرى. أول فرعون هو تونسي واسمه شيشناق. لا شيشناق جاء بعد، مش أول واحد. طاقة الأثير عندما دخل في تغيير مكان الأهرامات. في تغيير مكان الأهرامات، هما الأهرامات برشا راهو، فماش كان أهرامات الجيزة يعني في شمال أفريقيا برشا أهرامات، وفي العالم بصفة عامة فما الأهرامات موجودين، يعني إن كان يعني غير مكتشف إلى الآن أو مكتشف فيه. ربي قال ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي لكن ما عندكش تفسير إنه جابوا الصخر باش يبنيوا به الأهرامات. يعني زالت الأمور يعني غير واضحة. وعلوم السحر، يا علوم السحر حكاية فارغة مش حاجة كبيرة، فهمت. يعني في مصر توا يعني مصر الفراعنة هذه علوم السحر ما كانش بالعكس، علوم السحر الكبيرة كانت موجودة في تونس في شمال افريقيا، ومن بعد حول المركز هذاك، لانه حتى السحر فيه نوعين، في سحر الطود اللي هو السحر العلوي، وفيه السحر السفلي. اختفى السحر الطود هذا كله اختفى، لكن قاعد السحر السفلي اللي حول المركز نتاعو من شمال افريقيا من تونس الى المغرب الاقصى بعد ولاية سليمان يعني، او ابان حكم النبي سليمان. لكن قبل سليمان كان موجود السحر العلوي او اللي هو سحر الطود، واللي هو من اكبر يعني العلوم السحريه هذه اللي يقولوا انزلها هاروت وماروت، هي سحر الطود، غير متوفر الان يعني، فهمت. اللي موجود توا هي سحور معناها انواع متاع سحر سفلي كله، كيما الفودو، كيما السحر الاحمر، كيما السحر الاسود، كيما السحر الابيض، وهو اخطر انواع السحر، اخطر منهم الكل يعني، فهمت. وحول المركز نتاعو، حول المركز من شمال افريقيا، من تونس شمال افريقيا الى المغرب. وذاك علاش اليوم المدارس الباطنيه الخاصه بعلوم السحر نلقاوها يعني كلها في
في مكان معين كما مغارة دانيال في المغرب، بعض الأماكن الأخرى اللي ما نحبش نسميها. فهمت؟ اكسبلور مرحبا، إلهام مرحبا، سبيعي مرحبا، خلينا نرجع. إلهام صح شريبتك. معز مرحبا. اي معز، هل اثار قرطاج تثبت وجود الانبياء في منطقه قرطاج شمال افريقيا؟ اكيد هذا موجود، لانه اتبع الرمز تفهم الاشاره، وان فهمت الاشاره يعني اصبت المعلومه، وهذا هو. وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. مش بالضروره معناها ابن هرم. الصرح شيء في القران، ولغه القران لغه دقيقه. الصرح شيء والهرم شيء اخر. فهمت؟ خلينا نرجع. دونك راهو في العلوم القديمة هذه، وقت اللي تحب تتكلم في العلوم القديمة يلزمك تكون فما دراية مسبقة باش قاعد تحكي، ويلزم يكون عندك وجهات نظر في حد ذاتها، تكون وجهات نظر لعلماء يعني من الأقدمين، من الناس القدوم هذوما اللي انت تنجم تاخو عليهم، ومن بعد تنجم في أبحاثك انت وفي بحثك وفي قرايتك. هو مش في بحثك، راهو شوف هي مكثرها اطلاع، معناها انت يلزمك تكون تقرا، ما تحكي لي حتى موضوع، اقرا بعد سهل، اقرا ارحي احرق كورة، احرق كتب، احرق احبار. فهمت؟ ومن بعدين معناها من بعدين توا تمشي الامور مريقله. تو بعديك تتكون لك فكره في عقلك الباطني، في اللاوعي نتاعك تتشكل لك الفكره وتنبثق، وعرفت كيف هيك النور البعيد وانت تتبع فيه. فهمت؟ تعرف انا شو نقولها نسميها يعني ديما، ولو هو معناها مفهوم جديد معناها مش متداول، انا نسميها ديما نجمة بيت لحم. ديما العلم عندي انا الفكرة هذيك كنجمة بيت لحم. تعرفوها قصة نجمة بيت لحم ولا؟ مرحبا باللي خلطوا توا. لا اله الا الله. جاوبني حد. قلت لكم تعرفوها قصة نجمة بيت لحم؟ بيت لحم في فلسطين. لا مش مشكلة هو في فلسطين ولا حتى في الأوروغواي، يعني نحكي على القصة متاع النجم هذاك، قصة النجم هذاك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قصة النجم هذاك أنه في ليلة من الليالي كانوا علماء الهيئة ثم العلماء الفلكيين شنو هي خدمتهم هما؟ مراقبة السماء. هذه خدمتهم مراقبة السماء. يعني من اللي يوصل عمره 15 سنة يبدأ يتعلم ويقرأ على ما تسمى الشاشة الكبرى هذه اللي هي السماء، ويبدأ يتطور كل عام حتى لين معناه يتنصب في علماء الهيئة. علماء الهيئة هذوما ما بين معناه الحاجات اللي يتعلموها، يتعلموا النظر إلى السماء بأقل ترميشة متاع عين. يعني أنت طبيعيا ترمش كما نقولوا في الدقيقة 30 مرة، هو طبيعيا في 10 دقائق يرمش مرة. يعني يدربوا نفسهم وأعينهم حتى لا تغيب هيك الطرفة متاع العين هذاك. فهمتني؟ طرفة العين هيك حتى لا تغيب عليهم السماء، ويقومون بالعد. هما يتسموا الحسابون. فهمتني؟ الحسابون هذوما يبداو يحسبوا بالطبيعة، مش يحسبوا النجوم، هما يجموا يحسبوا الأفلاك كما الشهب وغيره اللي هم. المهم في ليلة من الليالي ظهر لهم نجم. النجم هذايا مش معروف بالكل، أول مرة يشوفوه ويلقاوه يتحرك بسرعة بالطبيعة، مش تخفل عليهم هذوما. فكل ما النجم يمشي هما راكبين على الخيل متاعهم ولاو يتبعوا فيه. الليلة الأولى بدا يمشي حتى طلع عليهم النهار واختفى النجم هذاك مع شروق الشمس. في الليلة الثانية كيف عاود ظهر لهم، قعدوا يتبعوا فيه بالخيول، قاعد يمشي بهم كما نقولوا مسيرة ليلة كاملة. انت تفهم مسيرة ليلة كاملة قداش يقابلك، معناها قداش مش يمشي في ليلة كاملة على الخيل، قداش مش ياخو مسافة 120 كيلومتر مثلا. فهمتني؟ ثم جات الليلة الثالثة
الليلة الثالثة اللي لقاو النجم اسطع ياسر وعمل فيسو على الأرض. وقت اللي وصلوا يتبعوا الإشعاع متاع الفيسو هذاك، فهمتني، هما لقاو مريم العذراء ومولودها أو ووليدها اللي هو السيد المسيح، فهمتني، في مكان ولادة مريم العذراء. وبالطبيعة أرخ النجم بيت لحم وصور في الكنائس. كنت حبيت نحط لكم حتى بعض الصور. هذا بركة نقولكم شي تصور، عندي تصوير على اليد اهو بالضبط، فهمتني. في الليلة الثالثة كيفاش الفيسو متاعو قوي، تصور في برشا تصاور هو راهو، فهمت. مرحبا باللي خلطو تو. اهو لهنا زاد اللقطة متاع مريم العذراء وهي هزة الولد متاعها، والنجم هاكو تلقاوه في الكوع اللي صار من فوق الفيسو هذاك، فهمت. يعني هذه الصور بالطبيعة ديما المشكلة شنو؟ المشكلة أركيولوجيا. هل وثق هذا النجم أركيولوجيا؟ تصور هذا النجم أركيولوجيا ولا ما تصورش؟ هذه المشكلة. يعني ترسم أركيولوجيا ولا ما ترسمش؟ تراه شكون يطلعي؟ تتصوروا تونس فيها رسم النجم بيت لحم ولا ما فيهاش؟ الماريشال قال لا، الاكسبرول قال ترسم، نوح قال نعم، تريد يونيون قال ممكن. كي نمشيو احنا ونوريكم انا انه نجم بيت لحم صورة، والصورة الوحيدة اللي هي منقوشة على حجر اللي موجودة على الانترنت واللي بحثت معناها لمدة أشهر وانا نحاول نلقاش صورة مشابهة في النحت في اي موقع اثري اخرى في العالم، ماهيش موجودة، كان في تونس، فهمتني. هاي مش وريها لكم، واللي هي الصورة هذه. هكذا يرسم نجم بيت لحم، ويرسم ب33 شعاع، 33 فيسو باش تفهموا. وانتم تعرفوا عدد 33 الخاص بالسيد المسيح والخاص بالعلوم الباطنية والعلوم الماسونية، اللي انه اقوى رقم بعد رقم 13 في عالم التنوير والاستنارة هو رقم 33، وهو الرقم المقدس. دونك هذا الموجودة في معبد السلوام في القصرين، في معبد السلوام في القصرين موجود النحت هذايا. بالطبيعة باش تفهموا برشا حاجات، انه العالم الغربي يعرف جدا انه هذا الشعار مقدس، والشعار هذا او النجم هذايا مقدس لدرجة كبيرة برشا. مثلا نعطيكم، الوكالة الفيدرالية الأمريكية حطته كشعار لها، هي الوكالة التاك CIA ولا FBI ولا يقولوا له، حطته كشعار لها هي. هذا هو نجم بيت لحم. باش تفهمهم اللي هما راهو يعني الأمور الدينية عندهم متغلغلة حتى في نظامهم العلماني، لكن اللي يعرف يقرأ الإشارة، يعني إذا ما تعرفش تقرأ الإشارة مش تفهم اللي هما نظامهم قائم أساسا على فلسفة دينية وعلى فلسفة يعني فيها الكثير يعني معناها من المراوحة، خاصة في العلوم القديمة. المهم، فنجم بيت لحم هذايا صور سيميائيا، صور كإشارة، وموجود في معبد السليوم وموجود في القصرين بالطبيعة. ومن الدلائل الحية، الدلائل اللي حتى حد ما ينجم يكذبها بالطبيعة، وحتى حد ما ينجم يفندها، فهمت. ونجم نحط لكم حتى فيديو لي اللي هو يعني بالمكان وبالزمان وبكل شيء، فهمت. المهم، فالعلوم القديمة يعني ما تغيرتش وما تبدلتش برشا، فهمتني، لكن نسيت أو أخفيت فهمت، نسيت أو أخفيت أو يعني تأرجحت بين الماضي والحاضر، بين العولمة وبين ما يريدونك أن تعرفه وما لا يريدونك أن تعرفه. هذا هو فهمت. دونك شكون عنده سؤال؟ أنا خاطر يظل يفاتوني برشا كومنتات. إذا فما حاجة يا ملك لو تتكرم أعطينا لمحة من بعد على الأرقام 13 و 23. يعني تاخذهم تو، أنت علاش تاخذ فيهم من بعد؟ فهمت.
يجي واحد راسه مربع يرحاب مطرقع ويتعدى وهي لها معنى عميق جدا بالطبيعة الله غالب لأنه يفعل الجاهل بنفسه. باهي يجي نعطيك رقم 13. الساعة الأرقام هذه راهو فيها برشا تفسيرات، يعني كان تاخوها من التفسيرات الروحية أو الروحانية شيء، تاخوها من التفسيرات العميقة للفلسفة الغنوصية كخيميائي شيء، وكسيميائي شيء ثاني. يعني أنت وشنو فكرك أو شنو المنهل اللي تحب تشرب منه تلك المعلومة أو تلك التفسير لذلك الرقم، حتى حسابيا ما كان ناخذه حسابيا مش نلقاو شيء آخر. دونك كي أنت مش تسألني على رقم قولي مثلا يا ملك راهو خيميائيا مثلا رقم 13 شنو، سيميائيا رقم 13 شنو، فلكيا رقم 13 شنو، فهمت؟ هاوكا حدد لي أنت وأنا نقول لك الله يبارك. فهمت كيفاش ولا؟ الغسالة يا سيد كلمة هاي روحيا وخيميائيا. روحيا وخيميائيا. باهي روحيا وخيميائيا هو رقم 13 عند القدماء هو الرقم الذي مرتبط بتغيير الحالة من الانتقال من عالم إلى عالم، هذا رقم 13. والانتقال هذا هو انتقال روحي ماهوش انتقال جسماني، يعني انتقال روحي نوراني محسوس، ماهوش انتقال جسماني مادي ملموس. احفظ القاعدة هذه داكوردو. الانتقال هذا ايش يكون؟ عادة ما يكون بعد الموت، يعني الإنسان من الحياة مش يمشي للحياة أخرى. دونك الموت هي بوابة العالم الآخر، احنا نقولوا لها في الإسلام اللي هي بوابة عالم البرزخ، فهمتني؟ في انتظار أنه تقام الساعة. لكن عندهم هما ما عندهمش حياة البرزخ، هما عندهم حياة أخرى يسميوها الماهية المقدسة أو الزمن المقدس. هذا يقعد فيه هو ستاند باي، فهمتني؟ حتى لين تجي الآلهة وتهزه للعالم الآخر وتعطيه ثوب جديد. ثوب الجديد بالطبيعة نحكيه على جسم جديد بالطبيعة. به دونك رقم 13 هذه علاش اختاروه هو من دون الأرقام إنه هو يكون للانتقال ما بين العوالم؟ علاش؟ لأنه هو الرقم الحامل للعناصر الأربعة بجمع 3 مع الواحد. الواحد هو الوجود، رقم 1 هو الوجود لا سبيل إليه. ما ينجمش يكون عندي معنى للوجود في علم الأرقام إذا ما يكونش معاه رقم 1. دونك و3 هي الروح الجسد والنفس، الروح والجسد والنفس، وهذه يعني معروفة عندهم. دونك هو مش ياخذ جسد جديد يلزمه نفس الروح متاعه مع نفس آخر أو مع نفس أخرى اللي مش تلبسوا، لأنهم هما النفس هذه ما يعتبروهاش كيفنا احنا. النفس هذه يشوفوها كيف هيك الملاك الحارس. احنا عندنا في الدين الإسلام النفس أمارة بالسوء، هما عندهم النفس هذاك الملاك الحارس اللي تولد مع كل إنسان، فهمتني؟ فكان نجح الإنسان في حياته راهو سبب النفس اللي معاه حسب الاعتقاد متاعه. فأشاروا للحكاية هذه برقم 3، اجتماعهم واحد اللي هو الوجود مع رقم 3 النفس والروح والجسد، فهمتني؟ يجي مع بعضهم في الاجتماع رقم 13 هذاك وهو رقم التغيير، رقم الثوب الجديد. دونك هذا 13. كي نحكيو مثلا فلكيا علاش رقم 13 مقدس عند القرطاجيين؟ من أكثر الأرقام قداسة عند القرطاجيين هو رقم 13، حتى أنه التقويم الفلكي القرطاجي قائم أساسا على رقم 13. ما ينجمش أي إنسان درس علم الخيمياء القديم أو درس علم السيمياء وعمل علاقة أو لقى علاقة مع العلم القرطاجي أو مع علم القرطاجيات مش يلقى رقم 13 هو أهم رقم عند القرطاجيين. حتى أنا كتبت عليه قداش من مرة الموضوع هذا، لكن كنت ديما كيف نكتب من نهبطش وكاو. علاش؟ في بالكم انه الطقوس القرطاجية ما كانش تتقام كل عام، طقوس الاحتفال بتانيت او بمولوخ مثلا في العهد الوثني ما كانتش كل عام. ترى شكون يعرف كل قداش؟ درا اي القرطاجيين كان التقويم بتاعهم قام على 13 شهر بالطبيعة، مالا شنو مالا على 12، لأنه تقويم القرطاجيين كان قمري، ما كانش
لا مش كل 13 شهر، لا كان قمري ما كان الشهري. ما كان الشمسي، فهمت؟ كل 13 سنة لا، كان كل 3 سنين. كل 3 سنين كان القرطاجيين عندهم شهر مرة في 3 سنين. الشهر هذاك يقوموا بجميع الطقوس المقدسة لمعبد مولوخ. وهذه راهو من السكوبات، انت قاعدوا تاخذوا فيها تو من السكوبات. كل 3 سنوات. علاش كل 3 سنوات؟ لأنه السنة القمرية تجي ناقصة على السنة الشمسية 11 يوم. ف 11 سنة و11 العام الجاي و11 في العام الثالث يجيو 33 يوم اللي هو الشهر هذاك يزيدوه وهو الشهر المقدس. واللي كل 33 كل 3 سنين يجي هذاك القمر اللي عامل كيما حرف الناء، اقتران النجمة فينوس مع الهلال اللي يبدا قرونه ماشية للسماء، كيما هكا، كيما في العلم هذا، في الإشارة هذه. دونك الهلال ما يجيش على يمين ولا على يسار، ما يجيش الفوق، الهلال يجي على كرشه كيما يقولوا، قاعد على ظهره، والزوز قرون نتاع الهلال يجيو الفوق. ورد بالكم تقولوا لي نون وما نون وهيك الكلام هذاك الفارغ، راني ما نحبش نسمع باش ما تنرفزش. ورد بالكم تحكيوا لي الحكايه هذه. دونك اش قلنا اللي كل 3 سنين فما الشهر هذاك اللي يزيدوه القرطاجيين، وكي يزيدوه الشهر هذاك، كيف يزيدوه الشهر هذاك هما يقوموا بالطقوس نتاعهم. واللي بحسب الحسابات الفلكية عند القرطاجيين الشهر هذاك هو اللي الهلال نتاعو يجي قرون نتاعو الفوق كدلالة. وهذاك علاش نلقاوه مصور في التانيت، ونلقاوه مصبر في عديد وعديد 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 النظريات القرطاجية اللي تترسم وتتنحط في الشهر هذاك. فهمتني؟ تترسم في الشهر هذاك وتتخدم في الشهر هذاك. بالطبيعة باش الناس زادة تعرف انه الطقوس القرطاجية كانت تصير وقتاش في النهار، مثلا في 24 ساعة وقتاش كانوا يعملوها؟ ترى وقتاش تبدأ الطقوس القرطاجية في الشهر هذاك مثلا؟ لا ما تبداش في الضحى، كانت تبدا مع المغرب، صحيت ريدينيون، كانت تبدا في الغروب. بالطبيعة كانت تبدا في الغروب وتوفى مع شروق الشمس. دونك وتعاود كل ليلة هكاكا، فهمتني؟ كل ليلة هكاكا حتى يجي نهار رقم 13. احنا في الشهر هذاك بدينا من اول نهار، بداو الطقوس القرطاجيين، بداو الطقوس النهار الاول الثاني الثالث الرابع الخامس حتى وصلنا نهار رقم 13. ايوه شو يصير في النهار رقم 13 هذا؟ ترى ايش يصير في النهار رقم 13؟ في النهار رقم 13 يصير تقديم القرابين البشرية. شو يصير؟ تقديم القرابين البشرية. باش ما ندخلش في كومبلو مع الخيال اللي يقول لك لا القرطاجيين ما يقدموش قرابين بشرية، فهمتني؟ هذا تو نحكيو فيه في حلقة أخرى وتفهموا أنا شنو نقصد، فهمتني؟ لكن ما عنديش اختلاف أو شك إنه القرطاجيين قدموا قرابين بشرية. بالطبيعة مش في الفترة القرطاجية نتاع حنبال، باش نوضحوا على الأقل اللبس، مش في الفترة القرطاجية نتاع القرن السادس والخامس والرابع والثالث والثاني والأول قبل الميلاد، لا كان قبل بكثير، فهمتني؟ دونك كانوا قدموا قرابين بشرية في النهار 13 هذاك، فهمتني؟ ومن بعد القرابين البشرية هذيك تحولت إلى قرابين حيوانية، بالطبيعة تحولت إلى الكبش، وفي ذلك نظريات ودلائل عديدة. هذا كله أنا ضمنته حتى في الكتاب نتاعي، ما قلت الليلة نفرج على بعض المعلومات هكا، كبشت لي الليلة هكا، ركبت لي في راسي. نحب نبيع معلومات جراتويت، مش كل يساعدني. المهم مشينا احنا تو رقم 13 ساي، وقتاش يزيدوا يعاودوا النهار اللي من بعد، يعني في الشهر نمشيو 13 كملنا ساي، نمشيو للنهار 14 15 16 حتى نوصلوا للنهار 17. النهار 17 هذا النهار الوحيد اللي الطقوس فيه تقام في النهار، ما تقامش في الليل. وين تقام بالضبط؟ تقام على ضفاف الأودية والعيون والمجاري وكل يعني ما عنده علاقة بالماء ما عدا البحر. وكانوا وين يهبطوا للبحيرة الكبرى، البحيرة اللي وراء قرطاج،
بحيرة تونس توا اللاك، كانوا يهبطوا للاك يقوموا بالطقوس. علاش رقم 17؟ يعتقدوا انه طاقة الماء رقمها 17، وانه الماء فيه 17 روح. الماء فيه 17 روح، وانه كل روح مخصصة لكائن حي. روح معناها روح للإنسان، الماء يحيي روح للإنسان، وروح للحيوان، وروح للنبات، وروح للحجر، وروح للسماء، وروح للأرواح، وروح للشجر، وروح كل ما عنده علاقة بكل كائن حي. فهمتني؟ حسبوا الكائنات الحية في المنظومات المختلفة متاعهم فلقاو 17، فأعطاوا الرقم 17 للماء. فهمتني؟ فكانت الطقوس متاع القرطاجيين تقوم في النهار اليوم 17 هذايا قمري من الشهر 13 بعد 3 سنوات. دونك تقوم المعلومة هذه. وعليكم السلام مرحبا. دونك ومن بعد يكملوا حتى لين يوصلوا للنهار رقم 33. النهار رقم 33 بالطبيعة شنو مش يصير فيه هنا؟ مش يصير فيه يكون فما قمر وليد، فما قمر اللي هو يكون وليد جديد. خاطر احنا دخلنا في الشهر اللي من بعده 4 أيام. انت بديت الشهر ب 33 يوم، القمري شهر 28. دونك انت عندك 4 أيام ولا 5 أيام في شهر جديد. ايش يكون فيه الهلال؟ كيفاش يكون فيه الهلال؟ يكون عكس الهلال اللي وريته لكم انا قبيله، اللي هو الهلال يكون مقوس من الفوق والقرون نتاعو اللوطه. الهلال يكون مقوس من الفوق والقرون نتاعو لوطه. فهمتوها اللقطه ولا؟ ما هو هذا قلنا راهو يبدا هكا اللوطه وقرونه الفوق هكا ولا؟ في النهار 33، في النهار 33 يولي العكس تماما. فهمتني؟ وكي ترجعوا للنظريات القرطاجيه تو تلقاوه اللي نحكي لكم انا فيه، تو تلقاوه بالطبيعه. فهمتني؟ دونك يعني فهموا القرطاجيين العلوم القديمه وفهموا كل شيء. دونك فما حاجات انا كتبتهم وهبطتهم راهو غير ما تركزوش انتوما. فهمتني؟ سيبوا هذه ما نهبطوهاش. هذه على علم الاثير. هذا شنو؟ لا اختانا منه هذا كيف لحظة برك. اقسم بالله مقواك مو فلاشات هكا تك 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 هكا الكبتيرات على العجلة. دونك هي العلوم القديمة. مرحبا بلي خلطو تو. مرحبا بلي خلطو تو. ما هو كتاب سيدنا إدريس؟ سيدنا إدريس ما عندوش كتاب برك، عنده العديد والعديد، لكن الأشهر هي الألواح الزمردية لسيدنا إدريس. والألواح الزمردية هذه علم خيميائي من أعقد ومن اللي تخلقت في الدنيا، واللي ربي سبحانه وتعالى ألهم بها يعني بخلاف الأوروبيين يعني وقت الاستعمار وعرفوا منين خرجوهم، لكن أخفوا باش خرجوا لكم التصاور هذوما. هو محي الدين بن العربي يظل يذكرهم، لا نعرف في الفتوحات المكية، لا مش عارف، يمكن في الفتوحات المكية في جزء من الأجزاء نتاعو. فهمت؟ اللي قال انه هو تعدى على منطقة رقادة في القروان، وكيف تعدى لقاهم في جبل ورجع خوفا من انه العلم هذاك معناها يطيح في ايدي ناس اخرى، هو رجع ردمهم. ما نعرفش في انا كتاب بالضبط، يمكن في الفتوحات، اذا واحد فيكم عنده المعلومة يهبطها. فهمت؟ دونك الالواح هذه هي شنو؟ هي سر من اسرار العلوم الخيميائية. فهمت؟ من اسرار العلوم الخيميائية. دونك هذه معنى أشهر مخطوطات معروفة أو منسوبة للنبي إدريس عليه السلام أو النبي هرمس. والترجمة متاعهم جات في برشا مخطوطات وجات في برشا كتب، لكن الكتب هذه قاعدة يعني كتب سرية وكتب يعني نادرة جدا. أنا نجم نعطيك مخطوطة توا لكن مش تفهمها معناها، لكن نجم نهبطها لك. فهمتني؟ مخطوطة سرية زادة من المخطوطات النادرة جدا، وانا اذا كان مش نحط التصويره تو فمن المستحسن تفهمها. شنو تفهمها؟ ميساش نحطها لك وفهمها لي ونطلعك فهمها لي. فهمتني؟ اذا كان تفهمها انا نحطها لك والله، مع انه والله العظيم ما تلقاها تو، اما انا نحطها لك. هاي يقعدوا معي فهمها لي.
يعني أنا نقرأ سيمياء مثلا، ونقرأ في السيمياء اللاهوتية والسيمياء الهرموسية كاختصاص في السيمياء الهرموسية. وكي نحكر قداش تحب لي من عام، لو كان يتوفر لي الوقت اللي كان عند الناس القدم باش نفهمها، نقول تحب لي 40 سنة كي ربي عطاني عمر 45 سنة، فهمتني؟ ومش حتى باش نفهمها بحذافيرها بقدر راهو ما نفهم الماهية متاعها. لكن هاو مثالش، اتفضل يلا. دونك كان تحب تقرأ الفقرة الوطنية، فهمتني؟ اقرأ أول سطر من الفوق كان تحب، كان يظهر لكم خاطر أنا ما يظهر ليش. لحظة بدأ يظهر لي صنف هذا ما وجد برخامة خضراء كأنها الزمرد، الزمرد صورة وكتابة هكا، ولا هرمس عطارد. به كان تحبوا الصوت شبيه صوت تسمعوا فيها ولا تسمعوا فيها؟ هذول ما همش يسمعوا فيها. تسمعوا فيها، اوكي ما ايش بيكم بس تكتبوا يا جماعتي. المفيد الفقرة الأولى قال هرمس الإكسير الأعظم يكون من نحاس المحروق، وهو كاتب من نخاسنا أما تفهم من نحاسنا المحروق ومائنا الخالد ومن غيرهما شيء لا يكون، اسبقوهما حتى يدور النحاس كله ويختلط بالماء كله فإنه هو الإكسير الأعظم. وأعطى رموز ودلائل يعني تصعب عن العارفين، فهمتني؟ لكن لا تصعب عن الراسخين في العلم، فهمتني؟ يعني فهمتني؟ يعني فما سنوات وسنوات. هذه كتفسير للزمرد الخضراء اللي كنت نوريها لك، هذه من مخطوطات، فهمتني؟ والله هذا مش سكوب، معناها فوق السكوب يمكن ب10 صرخ، فهمتني؟ دونك وفما برشا كتب في علم السيمياء القديمة اللي باش يجي يفسر لك حاجة يزيد يرمز لك حاجة أخرى، باش يفسر لك معلومة يزيد يرمز لك علم آخر. دونك هو ماشي، فهمت؟ دونك هذا علاش أنا نقول لكم راهو مش بالبساطة اللي أنت تتصورها، بالبساطة اللي أنت تتخيلها أنك تنجم تفسر حاجة عن الحوايج هذوما يعني، أو نقول احنا الوقت السهل معناها مش بالضرورة. يقص ما عندي ما نعمل لك، لا لي وليكم ربي. انا عندي الوي في مش عارف شبيه هي بالرسمي. تو الحكايات الفارغة تسمعوها الكل، معناها المعلومة المهمة تقص عليها كونيكسيون. لا اله الا الله. ملك بربي علاش ما تجربش تحل الخريطة اللي عند أمير المغربي؟ ممكن تلقى حل. لا ما نمشيش أنا ابعث لي وريني الله يبارك في لايف، فهمتني؟ يعني باش نمشي العباد نقول له اعطيني نحلل لك، لا فهمت؟ والساعة خليه يخرج من التحقيق الموضوع. اش معناها من التحقيق؟ معناها هي الخريطة هذه شكون ساعة أمير المغربي أنا ما نعرفش وشنية الخريطة اللي عندها ومنين وكيفاش وعلاش، وإذا خريطة موثوقة والأم عصر، وشكون اللي صورها الخريطة هذه وإذا هو موثوق، فهمت؟ وإلا لا. ومن بعد باش ندخلوا في تفاصيل أخرى مثل نوعية البردي اللي تصورت عليها الخريطة هذه، أو نوعية الحبر أنه هو يخضع القانون علم الأحبار القديم أو ما يخضعش، فهمت؟ وبعد تدخل حتى لين توصل يعني آخر مرحلة أنك تفسر خريطة أو تفسر رمز أو تفسر إشارة، فهمت؟ حكيت عليها قبل الخريطة ملك، ما نعرفش أنا خريطة تعال تحكيو كملنا على الألواح اللي ردمهم. وعلاش؟ علاش؟ على خاطر لأنه السكوب بشاحننا قاعد نرجع نقرأ كواتيرات. لا إله إلا الله. علاش؟ لأنه العلوم الخيميائية هذه علوم خاصة بتحويل المعادن، لكن المفهوم سكوب آخر خذوا من عندي، لا تقولوا لي لا تروجي لا حتى شيء، لكن في الأساس تحويل المعادن هذه الحلقة الأضعف في علم الخيمياء. يعني إنك تحول الرصاص ذهب،
هذه اللعب ذري تسمى، هذه الحكاية فارغة من روح علم الخيمياء. ملا شنو هو الصحيح؟ شنو هو الصحيح؟ إذا كان أنا علم الخيمياء المتعارف عليه هو تحويل المعادن، وتحويل المعادن قائم أساسا على رصاص اللي كوكبته زحل وعلى الذهب اللي كوكبته الشمس. تحويل الرصاص ذاك المعدن الرخيص من زحل إلى الشمس، تتحول الكواكب هي الفوق من زحل للشمس، تتحول باش نمشيو لزحل للشمس تتعديو على 4 مراحل. دونك باش نبدلوه رصاص إلى ذهب، اش قال سيدنا علي عليه السلام؟ اش قال على علم الخيمياء؟ قال: خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه البرق، فإن استطعت مزجهما ملكت الغرب والشرق. ها اش قال؟ قال: خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه البرق، فإن استطعت مزجهما ملكت الغرب والشرق. الفرار شنو هو الفرار؟ الفرار هو الزئبق، والطلقة ترى هو كبريت النحاس اللي كنت نوريكم فيه على النحاس اللي كان يحكي عليه هرمز، فهمتني؟ وشيئا يشبه البرق. شنو هو الشيء اللي يشبه البرق؟ هو انه شادر في الحالة الصلبة متاعه. فإن استطعت مزجهما، باش مش تمزجهم انت يلزمك ماء الحياة. فإن استطعت مزجهما ملكت الغرب والشرق. فهمت؟ لا هو لا قال أحمر لا قال أصفر. الكبريت المعروف قديما في علم الخيمياء هو الكبريت الأحمر، حتى أنه محي الدين ابن عربي سمي بالكبريت الأحمر. لكن ما نحكيوش نقولوا راهو يحكي على الزئبق الأحمر في ذاك الزمن، رغم أنه متعارف عليه وموجود، يسمى بزئبق الحياة أو بالزئبق الحاج من فيه، ما كانش اسمه الزئبق الأحمر يعني. فهمت؟ باهي. دونك ملكي هي حكاية فارغة، القصة كل تحويل الرصاص إلى ذهب حكاية فارغة. مالا شنو الحكاية المليانة؟ علاش الخيميائي مثلا، خاطر ينجم يجي أنا خيميائي مثلا جابر بن حيان من أعظم الخيميائيين العرب. تعرفوا اللي جابر بن حيان كان من أثرى أثرياء العراق، ما كانش يستحق فلوس. مالا علاش قعد جابر بن حيان 37 سنة في قبو، 37 سنة وهو تلميذ ابن العباس. فهمتني؟ هو تلميذ الحسن الباقر من آل البيت، هو تلميذ الحسن الباقر. فهمتني؟ وخادمه العباس، وخادم جابر بن حيان العباس. علاش قعد 37 سنة هو في قبو؟ زعما قعد 37 سنة باش يحول الرصاص لذهب وهو عنده أموال ما أموال؟ علاش؟ لأنه السر الأعظم في علم الخيمياء هو تحويل الروح، أن تصبح الروح خالدة وأن الجسد لا يفنى. الخيميائيين كان الهدف متاعهم، الخيميائيين الصحاح قديما، وهذا سكوب سجلوه، كان قديما هو الخلود، هو البحث عن الخلود في عالم المادة، في العالم الجسماني الملموس هذايا، مش في العالم النوراني المحسوس. كيما تو سيدنا الخضر مثلا المتعارف عليه انه مازال حي يرزق، فهمتني؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. فالخيميائيين كانوا عارفين انه سر الخلود موجود في خيمياء تحويل النفس والروح. لكن الخيميائيين الاخرين اللي كانوا في حالة انهم هما غايتهم من الخيمياء هو الذهب، فكانوا يحولوا الرصاص من معدن رخيص الى ذهب، فهمتني؟ او ما يسمى بالبحث الى اكسير الحياة. يعطيك الصحة. وعلاش هو البحث على اكسير الحياة؟ ايش معنى الحياة؟ هو حياة الخلود، فهمت؟ والاكسير عكس التكسير باش تفهم راهو. لأن الحياة تتكسر بانقطاعها بموتها، والإكسير لا ينكسر وهو متواصل، فهمت؟ دونك قارون كان يحول الذهب، عقدها على علم، قالك على علم عندي، فهمتني؟ فحول به الذهب، لكن ما وصلش به لمرتبة الخلود. ما هو قلنا روح الخيمياء الحقيقي، روح خوذة من سيميائي هذه ما تكسرش راسك، فهمت؟ حجر الفلاسفة، لا بيار دو فلوس. حجر الفلاسفة، فهمت؟ راهو حجر الفلاسفة ماهوش حجرة وماهوش الزئبق الأحمر باش تفهموا وكاهو. راهو حجر الفلاسفة هو مفهوم غنوصي لعلم الخيمياء ككل. فما ناس تطلع للجبال تلوج على حجر الفلاسفة وشنو، لا راهو هو مفهوم غنوصي يفسر لك علم الخيمياء ككل، فهمتني؟ حجر الفلاسفة. وباش تفسروا انت بالعربية، كان للحاء علم وللجيم علم وللراء علم.
داكوردو. أو كنت معود أقرأها. حاجي امرأ، حاجي امرأ فماذا رأيت يا حاجي امرأ حجر، حاجي امرأ فماذا رأيت يا راء. والفلاسفة هي كلمة قديمة، كلمة إغريقية، وهو معناها باللغة العربية فلاسفة من الفيل، من الفيل، وهم أصحاب الرأي. هذاك علاش مش نقول لكم حاجة أخرى ولا فك عليا من هذه اختاني، نعرفكم تتكبشوا بها الصباح وما عادش مش نرقدوا. هل أحمد البوني خيميائي؟ لا، أحمد البوني مش خيميائي. أحمد بن عباس البوني صاحب شمس المعارف ولطائف العوارف، وصاحب شمس المعارف الصغرى وشمس المعارف الكبرى وشمس المعارف الوسطى. المتعارف عليه عنده كان شمس المعارف الكبرى، وزوز كتب الأخرين مخفيين. باهي، مادامك حسام قال أصحاب الفيل، العباد ترجمت أو العلماء قديما كي ترجموا الفيل ترجموا على أساس فيل بالحق ومش يهدم الكعبة، حتى أنه سماه سنة ولادة الرسول بسنة الفيل. لكن فما تفسيرات حديثة جديدة أنه أصحاب الفيل هم أصحاب الفيل، أصحاب الرأي، أصحاب الرأي، وهم الرأي المخالف لشريعة الله الموحدة، ويعتقدون في الطبيعة، واللي كفرهم الإسلام ويتسموا الطبيعيون. وانت بعد أقرأ سورة الفيل على روحك بهذه التفسير ولك سديد النظر. لكن احنا مش نفتيه، لأن لم نبلغ، أنا عن نفسي ما زلت لم أبلغ من العلم ذرة حتى أستطيع أن أفتي في ربع حرف في نون من القرآن الكريم. أنا عن نفسي جاهل جهل مطلق بالعلم اللي يخليني نجم نفسر قيد نون من القرآن الكريم، فهمت؟ فيكون حديثي سطحي وقت اللي نوصل نحكي على كلام ربي سبحانه وتعالى. والنون في اللغة العربية في اللسان المبين هي النقطة وليست حرف النون. ربي قال نون والقلم وما يسطرون، النون هي النقطة التي يضعها القلم حين يلامس الورق أو البرد، هيك النقطة هي النون الأولى. هذاك علاش حرف النون نعملوا له نقطة ديريكت قبل ما نبداو، يعني نبداو النقطة. الخطاط العرب، وإذا كان فيكم شكون خطاط ومتعلم على إنسان صحيح، وقت يجي يكتب حرف النون عكس الباء وعكس التاء، اللي يكتب الحرف بعد يكتب النقاط متاعها، إلا النون يبداو بالنقطة قبل رسمها. هل الجماد والظل حقيقة؟ نعم، الظل حقيقة مطلقة، وذكره القرآن بالظل والظليل، فما آيات الظل وآيات الظليل. والجماد، الجماد هو فما زوز تفسيرات باش ما يوليش باش ما نخصوش برشا ونشتتوا الأفكار. هو في الأساس ما فماش حاجة اسمها جماد، لأنه كل شيء في الدنيا هذه عبارة على ذرات وعبارة على ترددات، فهمتني؟ الترددات هذيك تختلف كثافتها. يعني أنا قدامي طاولة هي في الأصل مصنوعة من الخشب وما إلى ذلك، لكن هي ترددات ذرية كثيفة تعطينا الخشب في الآخر. يعني هذا هو التفسير، لكن أنا مش متوسع فيه. خذ الكلمة أنت، أنا نطيش وأنت يلقف، فهمت؟ أنا نطيش وأنت يلقف باش نجموا نخرجوا للعمتية قياس. هل صحيح؟ يقال والله أعلم، لكن ما عنديش المعلومة. حل غدوة؟ لا لا، أنا تو تحب لي 4 شهور آخرين، 5 شهور باش نحل مرة أخرى العيب، فهمت؟ لو كان الليلة هكا ركبت لي باش نحل معاكم، فهمتني؟ هكا واني معاكم. مرحبا يا تايجر، مرحبا خويا، نشكرك خويا على مجهوداتك اللي قاعدة تقوم فيها، والله يعطيك الصحة يا تايجر، برافو. لا ما عنديش توا ساعة غير ربع من اللي حليت. باه عطينا سكوب، لا عطيت سكوبات انا توا تقعد شهور تلوج علي ما تلقاهاش، بلي خليني ساكت. هزي نبدلها توا. شنو حقيقة الصراع بين التانيت والهرم؟ لا ما فماش صراع بين التانيت والهرم، لا. شوف يجي نقول لك حاجة، الهرم هي الهرم كهرم، بما انك تشوف التصوير هي ترانسفورماتور، هو محول، هو محول للطاقات، هو محول للطاقة الأثيرية. الهرم له مدفن ملكي. سيميائيين علماء السيمياء القدماء يقول لك إنه الأهرامات هي معامل لتحويل الطاقة. في علم السيمياء ما عندناش حاجة هرم اسمها مدفن. يمكن في الاركيولوجي يجم يجيك زي حواس توا يقول لك لا هي مدفن، ما عندناش حاجة اسمها مدفن.
عندنا الهرم كيميائيا العهدة على من رواه وأنه الراوي. فهمت؟ سيميائيا الأهرام هي معامل لصناعة الطاقة. قال ربي يبنون في كل ريع آية. وراه كي نقول أنا خطوط الريع، فهمتني، العباد تصلح لي تقول لي لا يا ملك راه خطوط الرعي، راهو ما يا صبحي غلطتكم. فهيك البرامج اللي تتبعوها غلطت كل علماء الطاقة أو كل الباحثين على علم الطاقة أو اللي كوش دو في وك الجماعة، فتبعوها ولا يقولوا خطوط الرعي. اسمها خطوط الريع، القرآن ذكرها قال يبنون بكل ريع آية، اسمها خطوط الريع. فهمت؟ فإذا كان أنتم مصرين تسميوها خطوط الرعي سميوها على رواحكم، فأنا راي أوكي عندي خطوط الريع. داكوردو باش نبداو واضحين. أنا كتبت المجال هذايا تنهبط لكم شنو كتبت في موضوع الأهرام والطاقة. هاي يا سيدي هذايا راني ما هبطتهمش حتى مرة، مش نهبطهم سكوب، أنا حطيتهم للكتاب نتاعي، وقتها هبطوا على أساس مش نهبطوا في التيك توك وبعد ليك سكرته ما هبطوش، راكم تلقاها مصفر. دونك معلومات قد تقرأها لأول مرة في حياتك. فهمت به؟ إن الطاقات 9 أنواع، لكل طاقة منها مستقبل في جسدك. طاقات 9 أنواع، فهمتني؟ ذولي حتى بالداتا تلقاوها مهبطة، هبطوا نهار 22/8/2024 من عام ناول معناها. به تحتاج الطاقة كي تتحول في جسمك إلى تفعيل العقل مع العناصر الأربعة اللي هما الماء والنار والتراب والهواء. دونك لكل عنصر من العناصر كثافة روحية، هذه كنا نحكيو فيه قبل، تكون في علاقة مع كثافته المادية. الهندسة الذهبية المقدسة هي واحدة من الروابط بين، باش تنجم تفهم الحكاية لازم تفهم معناها هندسة مقدسة ودروس في ذاك العالم حتى تفهم بعدك علم المادة وعلم الطاقة وعلم الذبذبات إلى غير ذلك. الناس اللي نشرها فيها أنا توا على مواقع التواصل تبدأ بالعكس تبدأ من تالي وهي راجعة. دونك الطاقة لا تعترف بالزمن، والزمن لا يلتزم بالمكان، والمكان خارج من عنصر المادة. لك سديد النظر أن المفهوم الفيزيائي لقانون الكم أقرب من اللاهوت إلى علم الناسوت، لذلك حرمه القدماء أو العامة من الناس. هذه المعلومات تحتاج لسنوات لفك شفرتها، فكن مستعدا. ملك قرطاج النشأة الأولى، وهو الكتاب الذي سيصدر، ما حبش نقول قريبا خاطر كل ما نقول قريبا نلقى روحي بدلت برشا حوايج فيه، فهمتني؟ وبطبيعة حمل فيه تفسيرات فيها المرمز وفيها المشفر وفي على الحوايج هذي كل باش نجاوب. دونك الهرم في صناعته قديما كان هو محول لعلم الأثير أو لطاقة الأثير، فهمتني؟ كان محول، كان مصنع لطاقة الأثير، وكان يشغله الماء، لأنه كل الأنفاق اللي موجودة في الأهرام هي أنفاق ماء وهابط. إذا عندكم فكرة. دونك إذا فما سؤال الصوت باهي، خلينا نجرب نحط لكم تروجيه وانتم مظهركم اش قولكم اذا موافقين. اما ما نعرفش البلاصه اللي انا فيها في التروجيه قاعده تخدم كونيكسيون ولا ما تخدمش، عطوا نجرب. قد كيف استغل قرطاجون طاقة من الأهرامات التي بنوها في الجزائر؟ أولا ما يثبتش اللي القرطاجيين بنوا أهرامات في الجزائر، ولو حتى هيك التخلويذ اللي خلوذوا فيه ان هذيك مكة وما الى ذلك، يعني لا، ما عندناش اثبات لهذاك، لانه هذاك يعطيك مثلث في وجه الهرم، يعطيك مثلث. القاعدة الأرضية متاع الهرم يلزمها تكون قائمة على 4 في فلسفة العناصر ال4، لأنه الحياة لا تستقيم إلا بوجود الماء والنار والهواء والتراب. فهمت؟ نقطة الالتقاء متاع الأوجه ال4 هذوما هي القمة متاع الهرم، فهمتني؟ اللي هي يلزم تكون ذهبية. وهو علاش الذهب عنده قيمة كبيرة؟ الحضارات القديمة خذت الذهب كعملة أساسية في كل شيء في اقتصاداتها. يا أخي زعما هما ما اكتشفوا كان الذهب، تكتشفوا جميع أنواع المعادن، أما علاش اختاروا الذهب؟ لأن إكسير المعادن أو روح المعادن هو الذهب، خيميائيا هو الذهب. فيجيو نحكيو تحويل الطاقة نحكيو على الخيمياء. دونك الخيمياء لهنا روحها شنو؟ الذهب. يكون عندك فهم لعلم الخيمياء ويكون فهم. أنا في علم الخيمياء في التيك توك 3 سنوات لقيت واحد برك المنهاج متاعو دقيق والمنهاج متاعو ممتاز نوعا ما، وما نحشمش نقول اسمه، اللي هو القادم. عنده صفحة تحت اسم القادم،
فهمتني. مرة قلت له أنت خيميائي وأنا سيميائي، فهمتني. قال لي نهار اللي نتلاقاو تاكل بعضها. فهمت. فقط كان عنده تفسيرات ممتازة جدا وعميقة في علم الخيمياء، بخلافه هو ما شفت حتى حد. سيدي أحمد الغزالي شو يقول من منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فهمتني. فطبيعي يعني طبيعي. فهمت. بيان التصوير هذه تولي معش. خليني نقرا كومنتات، خليني نلقى حل نبدلها. ترى ما عادش نعرف نبدل سيد تو. صح بيان سير. هاي بيه. علاش الذهب محرم للرجال؟ على خاطر كان الذهب يولي يلبسوا الرجال تو نسا ما عادش يلبسوا معنا حتى شيء. فهمت. تولي نساء هي اللي هي تجيب لنا في الصياغه دوك صعيب علينا. فهمتني. صديقي أنت تقترب من الجنون إن تعمقت. أنا لو كان نتعمق توا مش نجون، تو تشوفني قاعد نمشي على الماء. قال الرجل علميا فسرنا بربي، هي ماهيش علميا القصة. الذهب مفيد للجسم راهو للراجل، أو عكس الشائع أنه قالوا لا راهو ربي حرم على الرجال الذهب خاطره يجم يعمل له كونسير ولا خاطر. لا مش صحيح، هذا غير مثبت. هذه يعني طاقة الأنوثة. جماعة يبعثوا لي في قست خارجي على عجلة مش عارف عليه. به نجم نقرا كتاب ابن الحاج الكبير وحدي ونفهمه. الساعة قبل كل شيء أنت علاش حاب تقرا كتاب ابن الحاج الساعة؟ وأنا هو كتاب الساعة الصحيح ولا الغلط؟ خاطر كتب ابن الحاج الصحيحة ماش موجودة. فهمتني. وشني غايتك باش تقرا ابن الحاج الكبير؟ شني غايتك؟ الكتب هذه راهي تحتاج إلى أذون، والكتب هذه مخطرة جدا. فمش بالضرورة يعني تمشي المواصلة هذه. مش يكون فيه برشا أجزاء. قرطاج النشأة الأولى ثم برشا حاجات أخرى. مهرتق أنت نطلعك تعرف لي علم الهرطقة بالصحيح، نسكر الكونت ونعمل له ديزاكتيفي. هاي كانك كابابلي. إذا تعرف لي علم الهرطقة بالصحيح توا نطلع جاز تعرف لي علم الهرطقة بالصحيح، نوعدك وعد قدام 250 بشر الكونت هذا نعمل له ديزاكتيفاسيون، وانا على فكرة نلوج عليها. ما كانش يتسكر فمك ما عادش تحلو. فهمتني. سبحان الله. لا إله إلا الله. كتابك محرف وليس موجود، ذهب مع انتهاء قرطاج العظيمة. اللي ارتاح ايش قلتي بالراجل ولا يلوج لي على نعرفش شنو تبي لي يفك علي قصة. وين كنا الحصيلو؟ دونك قلنا انا هبط لكم صفحة من الكتاب. دونك على خاطر صاحبنا المهرطقة نهبط لك صفحة أخرى. نهبط لك صفحة أخرى ميسالش تقعد 50 سنة وانت تلوج. فهمتني. باش تفهمها بتاتر. فوالا. دونك جا سينيال توا على اللايف راني هبطت لكم التصويرة. فهمتني. دونك فما جماعة مش عاجبهم اللايف نتاعنا. نعرفش علاش يسالش. دونك نكملوا نواصلوا. هاي سيدي انا شيخ كي ما يعجبهمش. دونك باه منعرفش هذايا شنو. باه ما يظهرليش بالكدا. تخضع لبعض الفرضيات سيصعب من أمر رومنته ونسبه إلى فترات ما بعد سقوط قرطاج، خاصة في ظل الاستفاقة التي غمرت طائفة كبيرة من الشباب المهتم بمجال البحث الأكاديمي والحفريات والمحاولات التي يقومون بها كالحفريات المنتشرة في كل أقطار تونس بتعميم رهيب وصم يطرح الكثير من التساؤلات كأن بهم يعملون بنفس طريقة اللصوص الفرنسيين فترة الاستعمار. إن صح القول بلصوصية الفرنسيين الجريمة ما زالت تقام كل يوم في حق تاريخ الوطن، لكن التاريخ وحده من سينقلب عليهم ويذكرهم كانوا مخنعون متملقون وصامتون. شيء من فيه هذه بباخر. أنا كي شفت التصوير أنا خايب. مثلا خذ هذايا باه. دونك هذا زاد فقرة من الكتاب. نحن نعيش في أكبر دائرة كهرومغناطيسية من طاقات متحررة بين سلبية الأرض وإيجابية السماء. معناها عناصر شنو هي الهندسة الكونية، شنو هي الإنشاءات هذه اللي تعرف تفرقها. وهذا ما عرفه القدماء ودونوه وصنعوه في بناءاتهم مثل الحناية، وهذه خذها معلومة،
والأهرامات. وقد ذكر الله تعالى في قرآنه سورة الشعراء 128: أتبنون بكل ريع آية وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. العملاقة تبنى على خطوط الريع، وهي خطوط طاقية تشكل نقطة تقاطعها، مما يعطي لساكني هذا الهيكل طاقة متجددة وأعمارا أطول جدا من غيرهم، وقوة جسدية كطفرات جينية وليست بطفرات ملك قرطاج من كتاب النشأة الأولى. فهمتني؟ دونك هذا واحد يعني من نحط لكم أنا فيهم ما عليناش. فهمت؟ تسلا زويلة لروحه، تسلا بالله مسكينة. فهمت؟ دونك يا شباب، قلنا احنا العلوم القديمة هذه كما علوم الطاقة وتحويل الأثير والبناءات الهندسية الأثرية اليوم اللي قائمة أساسا على علم معناها الهندسة المقدسة، كل هذه العلوم كلها بكلها فهمتني ما فماش أبحاث حقيقية تفسرها وتحكيها. علاش؟ خاطر يحبوا العلوم هذه يخليوها حبيسة الرف وحبيسة ناس معينة يسميهم هم علماء. يبيع لك هو علم يجم يطول في عمرك، ما ينجمش يبيع لك علم اللي تنجم. تخيل مثلا كي نحكيو على طاقة الأثير، ما فماش تو شكون من الأخرين جبد تسلا. في الآخر هي شنو؟ هي طاقة لا محدودة مجانية. يعني أنا اليوم نحي لي الكونتور اللي مركبه لي أنت نتاع استثمارات بين الدول توا، فهمت، لإنتاج الطاقة الكهربائية. دونك اشتر اقتصاد العالم مش يطيح. اليوم بناوه على فوترة تلك الطاقة، على فوترة تلك الطاقة. فما ينجمش يبيع لك طاقة الأثير، هو نجم يكتشف الطاقة. حتى بعض الأصدقاء وأنا قلت لكم يا ولدي راهو 3 6 9 اللي جابهم 9 تسلا، راهو المقصد مش رقم 3 مش رقم 6 ومش رقم 9. يلزمك تفهم الأرقام هذيك جفريا، هاو نقولها بصريح جفريا. حديث الرسول قال: آخر الزمان الناس يعيشون ما بين 60 و70 وأكثرهم لا يتجاوزون ذلك. حتى رسول الله توفى 63. هي علاش سيدنا رسول الله يعرف هو علاش؟ دونك علاش؟ لأنه هيك هو سيستم النظام العالمي اليوم قائم على أنه الناس ما تعيشش أعمار طويلة وما تعيشش معناها لدرجة أن هي تجم تعيش بطريقة يعني كما ربي سبحانه وتعالى يحبها. خاطر الناس هذه ستحفظ معناها فسادا في الأرض، والفساد هذا معناها أمر يعني واضحة العملية. ملوخية بالشوكولاتة بتقدر تكون بنين. سؤال كهربائية من قرطاج أقرأ لي السؤال. ترى نشوف السؤال. راهو تسلا سرقها العلوم، الله أعلم، ما عنديش فكرة. شنو حكاية نوستراداموس عليه الراجل اللي يحمل طاقة حنبال وربطه بالمهدي المنتظر؟ نوستراداموس هو عراف، هو كاهن ومرتقاش ليرتبط الكهنة يعني. أصلا نوستراداموس هو عراف عنده بعض العلوم القديمة واللي ماهيش علوم يعني رفيعة خلينا نقول. فهمتني؟ كل فهمتني. وسيعيد أمجاد حنبال. لا قال وقتاش ولا نجموا نثقوا فيه، ما نجموش نثقوا فيه نوستراداموس معناه اللي كلامه صحيح، لكن نجموا ناخذوه من باب التحفيز. اوكي فهمت؟ دونك هذا هو. دونك عنده خلينا نحوصلوا ساعة شكون نحكيو. خلينا نحوصلوا. احنا شنو حكينا على الخيمياء مثلا. حكينا على الخيمياء علاقتها بالبناءات، الخيمياء علاقتها بتحويل الأثير، بتحويل الرصاص أو البناءات الأثرية أو المدن أو الهياكل الأثرية العملاقة. فبني خذينا الحناية وإلا الأهرامات كمثال، على خاطر أنا مش ندرس حضارة معينة، حضارة قديمة من الحضارات القديمة. قرطاج مثلا، قرطاج كيف قامت يلزم نلقى عندها علم الخيمياء، وهذا باين وواضح. يحكي لك على السيوف القرطاجية اللي اليوم الفلقاطة ما يعرفوش كيفاش معناها خدموها، طريقة سلاح 2000 سنة التالي بيزار. دونك الناس هذه كسبت العلوم هذه، فهمتني، مش ندرسوها باش نعرفوا قوة قرطاج من حيث العلم مثلا، أو قوة مصر من حيث العلم، أو قوة الأشوريين من حيث العلم. يعني هذا الدراسة. كما أنا مثلا نجم ندرس أي علوم الأولين صحيح، كما نجم ندرس السيمياء مثلا، سيميائية الحرف، في سيميائية الحرف. دونك علاش ديما نقولوا الأبجدية القرطاجية هي أول أبجدية؟ نبداو من اللي صار من تصويرة رأس الثور من المعبود مولوخ. دونك رأس الثور يصور عند اللغة الديموطيقية أو اللغة الهيروغليفية الحديثة من بعد، يتصور على هذه الشاكلة من اليسار لليمين. قاعدين نحكيو توا، يتصور على هذه الشاكلة
ثم تطور حتى وصل للمجسم رقم 5. مجسم الحرف القرطاجي. الحرف القرطاجي هذا لاتينيا خرج منه حرف أ، وبعد خرج منه بالآرامي اللي هو الثالث من لوطة، فهمتني، آراميا، ومن بعد مشى اتطور، خذا معناها شكل عربي اللي هو حرف الألف على اليمين بالكل اللوطة، حرف الألف، فهمتني، أو خذا شكل عبري أو شكل آخر، فهمتني. دونك مثلا هذاك ندرسوا في علم السيمياء، ندرسوا سيميائية الحروف أو سيميائية الصورة الحرفية، وكيفاش تطورت من قرطاجيتها اللي كانت الفيصل من تحويل الحرف الصوري إلى حرف المكتوب، كيفاش تحول الحرف من صورة حرفية إلى صورة مكتوبة تقرأ، فهمتني، برمزية مجردة. دونك هذاك هو اللي بعد كيفاش خرجت الحروف الكل، فهمتني. دونك أشوف من هنا تصويرة قدم، وكيفاش بعد خرج منها الجي العربي والجي اللاتيني وغيره، كيفاش تطورت اللغة، كيفاش تحولت عبر العصور من الصورة في سيميائيتها كيفاش تخرق، فهمت. الأشكال هذيك تقدس، الأشكال هذه تقدس، الأشكال هذه تعنون، لأنه بها هي يخرج العلم، وبها هي تجم تقرأ التاريخ، وبها هي تجم تعرف، فهمتني، الجداول الزمنية للكتابة والجداول الزمنية للحضارة، فهمت. وحرف واي، حرف الواو باللغة العربية كيف يكتب، وكيف معناه كيفاش خرجوا منه، معناه راهو شوف، راهو علاش قول لكم معناه انت تدرس، لازمك تدرس. اذا مش تدرس التاريخ يا اما تكون باحث يا اما تكون ناقل، يا اما تكون باحث يا اما تكون ناقل. اذا مش تكون باحث في التاريخ وباحث حقيقي لازمك تدرس العلوم القديمة، فهمت، لا جدال في الامر هذا، فهمت. ما درستش العلوم القديمة كالمسمارية، لأن الكتابة المسمارية هذه وقت اللي ظهرت في العراق ظهرت ك4000 سنة، لكن ما ظهرتش كلهجة أو ما ظهرتش كلغة معنونة، ظهرت ككتابة، لكن ما نجموش نخرجوا منها حروف بالمعنى الحقيقي. هذاك علاش ما حسبوهاش أبجدية، حسبوها كلغة مكتوبة تقرب للهيروغليف، جميع أنواع المنطوق، معناها ينطق الجا وينطق الجا، ينطق الخاء وينطق الكاء وينطق السي. احنا مثلا في اللغة العربية ما نجموش في علم المنطوق ننطقوهم. الفاء ما عندناش، الفي حرف الفي ما عندناش، عندنا حرف الفاء مثلا، فهمت. هما في اللاتينية ما عندهمش حرف الضاد، عندهم حرف الذاء، الضاء ما عندهمش، ما عندهمش حرف العاء، عندهم حرف أ جديد، فهمت. سيدنا إدريس أول من خط بالقلم شنو هو الحروف اللي اكتبها. خط إدريس موجود في كتاب شوق المستهام لمعرفة الرموز والأقلام لابن وحشية النبطي، وهو مخطوط موجود على الانترنت، تجم تكتب شوق المستهام لمعرفة الرموز والأقلام. أو فما كتاب آخر مخطوط آخر اسمه علم القلم، إذا كان لقيته ما كاينش نبعثهولك. علم القلم هو اللي باش تلقى فيه جميع خطوط الأنبياء. سيدنا سليمان بعث رسالة كيف كتبت؟ ما عنديش فكرة، ما حضرتش أنا وقتها، راني هبطت قبل يا بسايكو، راني هبطت قبل وريتهولكم قبل، ويظهر لي موجود فما فيديو في أي، يظهر لي تهبط الفيديوهات القدم عمناول وتعمناول تتلقاني مهبطه، فهمت، ما تلقى معناها. استنى الساعة. رقم 9 هو البوابة العوامل المجهولة، ويعتبر البوابة التي تفتح نحو الأبعاد الخفية. والله أنا وليت خاص بفتح البوابات، يلا تفضل، 9 عندك وحل البوابة، 6 عندك ويلا حل. راهو مش هكا قاعدين تحكيو فيما يسمى بالتجريد، انت معناها قاعد تجرد، باش نقصد فيك انت راهو صاحب الكومنتير، لكن انا نستغل في الكومنتيرات باش نوصل معلومة راهو، فهمت، ما تاخذش الامور بحساسية، فهمت. معناها هيك كي نقولوا راهو انا اليوم مثلا رقم 666 باش نفتح بيه بوابة، او 777 او 888 باش نفتح بيه بوابة. بوابة شنو؟ لازمنا نفهم شنو هي البوابة هذه. بوابة بعدية طاقية مثلا تحولني عبر الزمكان، فهمت لي، طي الأرض نطوي الأرض نكون في مكان نصبح في مكان. أو بوابة فهمتني عقلية، فماش حتى ركيزة للحديث اللي تنجم تفهم بيه، فهمت. أعطيني ما يثبت اللي إيلون ماسك فتح بوابة طاقية ب3 أرقام، هات ما يثبت، هات ما يثبت، فماش.
هو لو كان نجم يفتح بوابة طاقية كما يحكي إيلون ماسك، فهمتني، كان جاي يجم يبدي معناه يفتح. احنا مش نحكيو بالإثبات. تو قبيلك حكينا على سيدنا إدريس وعلى المخطوطات، البنية سألت على المخطوطات، مديت لها مخطوط من أندر المخطوطات، قلت لها تفضل، هذا تفسير، هذه تصويرة، وهذا تفسير في مخطوط. باش كي نتكلم بقلب قوي، نجم نحكي مع ناس 200 بشر و300 بشر يتفرجوا فيها، حتى يخوض فيها الخائضون من العوام من الناس وهو علم زائف، ونحن نعوذ بالله من علم زائف. من الآخر، فهمتني. والعلوم القديمة الحقيقية، فهمتني، يفلترها كل على رقائق النانو متر، هذيك النانو متر ولا شنو اللي تصنع فيهم تايوان، من العلوم اللي العالم يتحرك عليها ما يحبوش تخرج. كيف العلوم الحقيقية راهو غير متاحة راهو، لكن هما لازم يعطيك حاجة تكونسوميها، يلزم يمدلك حاجة يقول لك تفضل كونسومي، تفضل العب شيخ، غذي خيالك، لأنه الإنسان يحب الغموض، لأنه الإنسان يحب الغيبيات، يحبك اللي سيجي تابو. غذي خيالك تفضل، ويجيب لك منظرين، سميهم علوم طاقة، سميهم ديكوتش، سميهم يجيب لك منظرين ويعمل لهم طاولة وحفلة والناس تتفرج، ويبدأ يحكي لك، فهمتني، وثلاثة ستة تسعة، وانا مش تجيب بها طاقة الثراء، فهمتني. يا ولد الحرام، انت مش تعمل طاقة الثراء، فهمتني، وانت تلقاك جاي على تاكسي باش يعمل ندوة يعلم العباد طاقة الثراء، والناس اللي تتعلم على البحر، فهمتني، استقبل طاقة الثراء، ويقف استقبل طاقة الثراء، حليل يا وين السعي؟ فهمت. حتى كي يقراو كتاب الأوامر الطاقية للكوندنيسي، فهمت، الكونديسيني مثلا كي حكى على الأوامر الطاقية، وانا قريت كتاب فيه 40 صفحة ما فيه حتى شيء، فهمتني، حكى بمفهوم آخر ورمز، يروجوا له ويفسروا فيه بطريقة غلطة، أنا على قليلة ما فهمتوش بنفس التفسير متاعه. العلوم الحقيقية حتى إبليس يخبيها عليك، لأنه إبليس ما يحبلكش الخير، فقط باش نفهموا، فهمت. مجالس الذكر يا صديقي، الحمد لله، اللهم يجعلنا من الذاكرين يا رب، ويجعلكم من الذاكرين والذاكرات. برشا كتب تحكي على الكونداليني وافعال الكونداليني، ما راهي علوم شيطانية، راهو من الآخر راهي علوم إبليسية قائمة أساسا على المفاهيم الهندوسية القديمة. اليوم حتى الذكر متاع أسماء الله والذكر متاع بعض الآيات القرآنية دخلوا فيها أمور، معناها فرد بالكم، لأنه الشيطان، وأنا قلتها مرارا وتكرارا، كان عجب الذنب كيما جماعة كركرية، حتى الأكواد اللي يقولوا اكتبوها ردوا بالكم. يا ودي واحد يبدأ عنده 10,000 يجيبه ما عندوش وحالته تكرب، وعنده صفحة فيها ندرى قداش من 100,000 كعالم طاقة، فهمتني، ويوري العباد كيفاش مش تولي أثرية في الوقت اللي فما ناس قاعدة تحل في شركات كلهم في فلك يسبحون، كل شيء في الدنيا هذه يتحرك، الرزق يحب الحركة، فماش أما يقف قدام البحر وبدا ضبح ولا ما عندك من توصل، فهمت. من الأخر نعطيك علوم الطاقة الأثيرية وغير دليل على ذلك. الحناية الماء يخرج من زغوان يوصل قرطاج يوصل مشرجي، تشرب منه شربة ماء تو تشوف روحك كيفاش تولي، فهمت، تشوف روحك كيفاش تولي، فهمت. دونك هذا المقصد، يعني هذا هو شنو نقصد لك أنا وتقرأ علوم الطاقة. به قدام البحر رحمة، أما قدام المراية وتضرب روحها تقول أنا سعيدة أنا غنية، هذيك الكارثة. هي قدام المراية بيبان، لأنه سحر المرايا ما يعرفوش العباد أنه سحر المرايا. حتى سيدنا رسول الله وصى قال اجعلوا مرائكم خلف أبوابكم. على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لماذا خلف باب الدار؟ اشرح لنا. سيدنا رسول الله وصى من وصايا سيدنا رسول الله، لأنه المرآة راهو فيها برشا مشاكل، فهمت، فيها برشا مشاكل. ورد بالكم هذيك الشمعة قدام المراية سيختو با شمعة الجفر الكبير هو جفر سيدنا علي بن أبي طالب، وهو نصف خافية أفلاطون. أما الجفر الأبيض هو جفر ابن حسن الباقر، واللي حط فيه ما يسمى بما ينفع الناس
من المعادن من السيف إلى السيف. الجفر الكبير. الجفر الكبير هو الجفر اللي حكى عليه سيدنا علي بن أبي طالب، واللي قسموا إلى دونك علم الجفر من العلوم الغيبية، من العلوم اللي يعرفوها الخاص من الناس، ماهيش من العلوم المتاحة للجميع، لأنه بين الحكمة والنقمة شعرة. لازمك تعرف المعلومة هذه، بين الحكمة والنقمة هناك شعرة. العلوم هذه تأخذ بأذون. يحب يبحث ديما الإنسان على المواضيع الغامضة، داكوردو متفقين، تلك غريزة في الإنسان، لكن فهمتني ليس كل ما يتاح مباح. ديما قول لروحك ليس كل ما يتاح مباح، لأنه راه ما يتاح قائم أساسا على بعض الأمور اللي تجم تكون فيها شرك وتجم تكون فيها أمور سافابا. لكن نحكيو على الجفر، ترى أعطيني كتاب الجفر الصحيح لسيدنا علي، فهمت؟ ولا الخافية متاع أفلاطون، كيف شكرا يا تردينيون، شكرا. فرد بالكم، فهمتني، مش يختاروا بدقة، فهمتني. معناه سيدنا علي مثلا ورث الحسين فقط في علم الجفر أكها، وسيدنا الحسن الباقر أخذه بالإلهام، فهمت، فقط لأنه ولي من أولياء الله. خلاص نسكروا الدوسي هذا، فهمت، فرد بالنا. ومن قال لك انه سيدنا علي اختص، الله خير عاد، ايوه الله خير عاد، الله خير عاد كرم الله وجه. احسنت. عندك فكرة على حزب البحر وحزب الشفاء؟ بالطبيعة عندي فكرة. حزب البحر هو اللي سيدي القطب الولي الصالح أبي الحسن الشاذلي، وهو من مدد سيدنا رسول الله. حزب البحر وفيه سر عظيم، حزب البحر من الأسرار الكبيرة، وهو موثوق يعني حتى في العلماء الزواتنا، العلماء الزواتنا الكبار، فهمتني، يوصيوا بحزب البحر أنفسهم حتى. فالبعض منه فيهم شكون أنكر حتى في الفاتحة قراءة مش من القرآن، خلينا بالله، فهمت. أنا أقول لك توا إحنا على المذهب المالكي، والمالكية بعلمائها بإجماع علمائها ما أفتاوش بشركية حزب البحر أو غيره، فهمت. هما كي يحبوا يشاركوا حاجة شنو يعملوها؟ يقول لك هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ياخذوا حديث سيدنا رسول الله ويصبوه صبة واحدة على أي حاجة بتهمة البدعة. لكني أحب الصوفيين في الله، وإذا قلتها مرارا وتكرارا، فهمتني. دونك ما عندي عقل نجم نعرف بيه شنو الزوهريين. مش بدعة، الزوهريين هو تسمية لصفة معينة لرتبة من الرتب الروحانية فقط. في ال10 سنين هذوما كثرت الأقاويل على الزوهريين، وكثرت الحكايات اللي يخرجوا بهم يكونوا بالحق. معنا مانيش نحكيو بالرسمي، ترى شكون زوهري يقول أنا. طيب شوف قداش من واحد مش يقول أنا تو. ابدأ عس ابدأ شوف، ابدأ شوف. قاعد تفهم مش قاعد نحكي لك ولا؟ أنا ما نحبش العباد تخدعك. أنا ما نحبش العباد تخدعك، فهمت شنو ولا؟ أنا نحبك فايق، فهمتني. هي التالي ذكرت تذكر الزوهري، فما شكون نسبوا إلى كتاب الزهار من العلوم اليهودية، فهمتني. لكن هذا مش صحيح. لكن راهو الإشارات هذيك قاعدة مرمزة. تعرف متى مرمزة؟ مرمزة يعني غير متاحة للناس. ما تجيش تقول لي أنا عندي خط في إيدي ومن عشاشنية ونكتة من عشاشنوة وكذا. تحبوا تعرفوا الحكاية؟ ها باش نقول لكم التلبيس متاع إبليس شنو يحب يعمل. إبليس بالعلوم هذه الزائفة اللي صدر فيها للناس، كي تسمع بروحك زوهري تولي تتوهم اللي انت تشوف جنون، واللي انت روحاني بشوية بشوية بالاطلاع متاعك. تولي تحب تطلع على كتب متاع سحر وانت ما تعرفش اللي يكتب سحر، فتلقى روحك تمشي في السحر الخفي في الأول، فيصير لك لبس، يصير لك مس وانت ما تشلقش بروحك، فهمتني. ومن بعد تلقى روحك مع شيوخ وعرافين، ومن بعد تلقى روحك في اختراق الهالة، يكشفوا لك هذا يكشف لك وهذا يكشف لك، وعقد في نفسك باش تخترق العالم اللي ربي قال في القرآن: كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. باش تدخل لعالم الجن وتولي عندك خدام وتستعين بهم ويستعينوا بيك، فهمتني،
فشو يزيدوك رهقة، لأن الله فصل بين الإنس والجن، هم على روحهم احنا ما نستعينوش بيهم أصلا. نعطيك دليل آخر بالقرآن، هيا مش نعطيك دليل آخر ما يقوله لك حتى حد، لا. يعني الإنسان كي نحكيو على علم الكتاب مهما يكون هو شنو، مش قاعدين نحكيو على الجن. فسيدنا سليمان بشكون استعان؟ بالعفريت ولا بعلم الكتاب؟ استعان بعلم الكتاب. يعني لهنا فما فصل، باش تكون روحاني حقيقي لازمك تكون من أصحاب علم الكتاب، مش من مجموعة اللي عندك خدام من الجن. الروحاني الحقيقي ما عندوش علاقة بين الجن، الروحاني الحقيقي لله سبحانه وتعالى لا يستعين بالجن. فهمت؟ هاي يختارنا نرجع شوية تاريخي، سيبنا من المواضيع هذه يا أخوي. ملك أرجع لحزب البحر. استنى لحظة بالله خليني فما جماعة تبعت لي في جاست خارجي، والله قسم بالله أنا فاهم علاش كل شيء يتعلق بولي. كان لقيت 4-5 بالعداد، يعني يتعدوا على الصوابع يتسمى سلكتها. فهمت؟ بيغي كل تخرف. فهمت؟ فرد بالكم هاك علاش انتم تو كلكم زوهريين، وانت يحسب من نهار اللي قالوا لك راك زوهري ولا قريت فيديو يحكي على علامات الزوهريين راك هكا بديت تبحث وبديت تلوج وتبربش. رد بالك. فهمت؟ رد بالك. يمشي على الماء ويطير ومن شنو ويفعل لك الخوارق معناها. فهمتني؟ وقد أضاع، كيفاش قال سيدنا رسول الله، وقد أضاع فريضة من الفرائض فلا تأخذ عنه شيء. كي تبدأ صلاة واحدة سيدنا رسول الله قال لك لو كان ترى واحد يطير على الماء يطير ويمشي وكذا وأضاع فريضة من الفرائض ما تاخذ. عبد القادر قالوا تلك أضعف وأخص الكرامات. تعجب الرجل كيفاش المشي على الماء أضعف كرامة، واحد يمشي على الماء والآخر يطير والآخر، معناها تتصورها أنت ذيك أضعف كرامة وأقل درجة يعني في الكرامات. قالوا تلك أقل الدرجات. كيفاش؟ قالوا ما شنو هي أعظم الدرجات؟ قالوا الثبات على الفرائض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا نجمت ربي يلهمك الحفاظ على الفرائض فتلك أعظم الكرامات. أما المشي على الماء وطي الأرض فتلك أقل الدرجات في الكرامات. باش تفهم هكا. فهمت شنو ولا؟ هاي اللي يعطيك الصحة. فهمت علاش؟ دونك قارون أمانة في تونس يعلم الله يا خويا. فهمتني؟ عافيني من الموضوع هذا تو. سنايبر مرحبا بلا مرحبا بالأولاد الكل، راني ما سلمتش عليه راهو يرحم والديكم. كيف نطرق عالم الملائكة؟ أبي يا مهدي وانت ايش عندك فيه العالم هذاك يا أخي؟ ترجع يموت ترجع قرطاج بالطبيعة. راهو شوف، هي قرطاج راهو حاجة رمزية، احنا مش نرجع بالزمن إلى الوراء. قرطاج راهو حاجة رمزية، حاجة نستلموا بها هويتنا، اللي احنا الشعب عنده تاريخ، الشعب هذا شعب قوي، شعب متأصل، هذه حاجة. ثم انه كيما قرطاج خرجت من بين اجدادنا وما بين ضلوعنا، ثم ركز فيها الكلمة، خرجت من ضلوعنا وتبنيت امبراطورية، احنا زاد اليوم بسواعدنا هذه نجموا نخرجوا من ضلوعنا جيل قادر يعاود يبني تاريخ. دولة ما عندهاش تاريخ. الشعب الحقيقي اللي كان عنده، الشعب الزندياني اللي كان عنده تاريخ محاوه محقوه باهي. امريكا اليوم ايش قاعده تعمل؟ عملت لهم حاجه اسمها هوليوود. ايش تعمل لهم هوليوود؟ تجيب لهم في سوبرمان، في ايرون مان، في باتمان، شخصيات خياليه وهميه حتى تحفز الفكر في شبابها وفي اطفالها، لان ما عندهاش ابطال تاريخيين. تاريخ امريكا الكل 170 سنه. فهمتني؟ ما يفوتش 220 سنه كامل. فهمت؟ ما عندهاش ابطال. اما انت عندك حانون، اربع حانونات، اربع قصص تنجم تعمل بهم مش افلام في حانون برك. فهمتني؟ الماجونيون عندك زوز بالكره الارضيه. العقليه نتاع الفكر على تونس تقلبها. هم فما عندك عباد تسك في النوم، عندك عباد مخخه متحجره ما تعرفش. فهمت؟ الامريكان ما عندوش شخصيات تاريخيه ينجم يلهم بها الشعب نتاعو. فاش يعمل شخصيات خياليه، سوبرمان، سبايدر مان، باتمان، باتاتان. فهمتشي؟ دونك هذا
رغم أنها مضيئة في عقلك. هكذاش كلامي كي تسمعني انت توا وتسمع كلامي تحس تقول والله بالحق، حتى بينك وبين روحك تقول والله صحيح ما جاتش البالي هذه. الحمد لله. من له علم هذه خذها قاعدة، المجموعة لا تقول الفرد. المجموعة احنا اليوم اللي نعيشوا فيه في العالم العربي المجموعة تقود الفرد. عندنا 7000 رأي، 7000 واحد يتكلم، كل حد يلعب ابو العريف، واللي لازم يتكلم ساكت، واللي لازم يكون في المنصب الحقيقي مش موجود. طبيعة الأشياء أن الفرد هو من يقود المجموعة. هذه أكبر معضلة عندنا اليوم، ومعضلة أكبر وأكثر شعب. اليوم وقت اللي عملت ثورة أنت، وقت اللي عملت ثورة أول حاجة صارت شنية؟ جاوك 140 حزب ولا 130 حزب طلعوا لك 2011 أول شهر ولا ثاني شهر. زعما هذا كل رغبة في الأحزاب؟ لا، كلها تحب تشد، كلها تحب تقود. صار فاختلط الحابل بالنابل والبلاد دخلت في دوامة. يودي احنا في البعد الثالث، او احنا مش في البعد الثالث بالمعنى باش تفهم، احنا في الثري ديموشن اللي هو فهمتني الفوق، لنا في رابع ولنا في ثامن. اللي يقول لك في البعد الخامس قول له تفضل اي وريني شو نجم تعمل، يلا حلق فهمت. والزمن هو الرابع في المفهوم الغنوصي يا انيجما، في المفهوم الغنوصي مش في المفهوم المادي. احنا قاعدين نحكيو في المفهوم المادي. في المفهوم الغنوصي الزمن هو الرابع، هو البعد الرابع واللي يجي منه طي الزمن. خويا الملك حبيت نتواصل معك، عندي معلومة مهمة وقيمة حبيت فهمنا علاش من هو الخضر. فما قولين على الخضر، فما قول أنه عبد صالح، وفما قول من العلماء أنه نبي من أنبياء الله. لكن الإجماع من العلماء، الإجماع كان على أنه عبد صالح. لم حتى في القرآن ربي قال عبد صالح، ولا حتى في القرآن قال عبد صالح. قالوا أنه موجود في تونس، هذا مش قالوا، هو مدون في الكثير من الكتب أن المغارة الشاذولية هي المكان اللي التقى فيه السيد الخضر بالسيدنا موسى ويوشع بن نون في مجمع البحرين في المغارة الشاذولية، وهذا مدون في الكثير من الكتب. معناها مش يقال قولا، فما الناس كتبت في القرن ال15 والقرن 12، مش في مصدر بركة، في برشا مصادر غير والله ما نستحضر. نتذكر مجدي وهيميليس يعرفوهم زاد، برشا مصادر، فما 6 ولا 7 كتب، و6 7 كتب راهو موثوقة كما راجع، فهمت، موثوقة معناها، فهمت. لا 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 ماهوش ملك، قال ربي عبد من عبادنا، لا عبد، قال عبد، فهمتني. وصفة عبد معناها تتعطى للإنسان. قلنا مخالف لما جاء فوق العين. ترى اقرأ قصة سيدنا موسى، لأن حافظها عن ظهر قلب. قصة سيدنا موسى شنو تحب نقرأ لك فيها؟ قصة سيدنا موسى، سيدنا موسى ما قالش الله أعلم، فربي أوحى له أنه فما رجل قاعد يبكي، هو يتضرع ربي بيقارب 13 يوم، فهمتني، يا ربي بالله سامحني يا ربي شكون أعلم من في الأرض؟ قال له عبدا من عبادنا، فهمتني. وين نلقاه؟ قال له تلقاه أين ستنسى الحوت متاعك، وين مش تضيع حوتك، البلاصة ما تضيع فيها حوتك ماش تلقاه في الأرض الفلانية فيه، فهمتني. فوصل للمجمع البحري فنسي حوتهما. كي رجع سيدنا يوشع بن نون باش يجيب الحوت، هما شو ما نساو حوت، اش معناتها نساو، هما ما سافروش، هما خلاو الحوت على النار يتشوى، هما قاعدين على ضفة البحر هكايا وحطوا الحوت على النار، نساوه. قالوا فما انساني الا الشيطان ان اذكر. اي كي رجعش لقاه سيدنا يوشع بن نون يلقى الحوتة تنقز من الكانون متاعها وتجي في الماء تعوم، الور هي مقشرة وميتة وتجي، فهمتني. ضاعت عليهم الحوتة، نقزت من النار بعد ما انتظروا 14 يوم، وهذا موثق. هاي اختي وين عندنا وين احنا عطينا اللي جبناه مخالف للقرآن؟ تقصد في آية نفس الوقت يظهر فيها موعد مع موسى عاد السمك إلى الحياة البحر فاسرنها إيطاليا.
من إيطاليا كالخط، أعمل خط من تونس لإيطاليا، من تونس لإيطاليا حتى لإسبانيا كان يسمى بحر الشام قديما. ومن نفس الخط من صقلية لتونس أعمل خط مستقيم حتى توصل للبنان كان يسمى بحر الروم. قديما كانوا بحرين، مضيق صقلية كان هو الفاصل. سمعوا الأبحار اليوم يغلطوا فيكم، ما شو نعملوا؟ يغلطوكم، يقول لكم مجمع البحرين في سيناء. تقول له أنت كيفاش مجمع البحرين في سيناء؟ يقول لك يتخلط البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط. قبل ما كانش يتخلط. تحبوا تبلعوها الحربوشة هكاك تفضل بلعها، أنا ما يقلقنيش. أما أنا نجم نجيب لك خرايط توا مكتوب فيها بحر الشام، خرايط قديمة مخطوطات مكتوب فيها بحر الروم، وفهم حتى خريطة قراية نعمل 40 سنة قراية من بعد نجم نعطي معلومة من راسي. ما تو شقريت أنا مش نعرف، فهمت؟ شقريت قدام اللي قراو كله لعب ذري. بحر قرطاج بحر حنابل البرقة، أنت توصلت الحاجة من اللي نحكي فيه. احكي يا سيدي احكي. فهمتش علاش سميت روحك قاكا؟ ما فهمتش علاش. شكونك انت؟ انا صابر من صفاقس، صابر خماخم، مختص في علم السيمياء اللاهوتية والسيمياء الهرموسية، باحث في التاريخ القرطاجي والتاريخ القديم. دونك كاوي يسيب البركة. انا صدفة فلحت اللايف. مرحبا اختي الغالية، مرحبا. علم سيدنا الخضر هو علم القدر. بارك الله فيك سيدي هشام، بارك الله فيك. هو علم القدر، علم القدر المخفي. المخفي علينا احنا، مش المخفي عند. ما معنى علم بيد الله بالكلية وبيد العبد بالتسخير. واضحة الجملة؟ القدر هو بيد الله بالكلية وبيد العبد بالتسخير من الله. اتفقنا؟ بدينا نجم نواصلوا. القدر علم الله بالكلية، داكوردو، علم الله بالكلية. مش بدلهم، هذا مبرم مسجل في اللوح المحفوظ. أي شنو القدر المعلق تنجم تبدله؟ إنه ربي يكون كتب لك مصيبة فتتقدم بصدقة من الصدقات أو تفعل عمل الخير فيفديك الله بذاك العمل فيزيح عنك ذاك. أما المبرم هيك ما عندكش فيه دخل فيه. اتفقنا؟ باهي. ما كيفاش سيدنا الخضر عنده القدر؟ كيفاش؟ سيدنا الخضر عنده القدر المبرم ولا المعلق؟ هذه نتحدى فيها أكبر علماء في علم اللاهوت، خاطر نحكيو في تو علم اللاهوت بتسخير الله. عندنا دليل على هذا ولا ما عندناش؟ خاطر نتصور هذا يلزم دليل من القرآن، ما فيهاش. هكا ولا المبرم يختص به إلا الله. باهي هاي يا سيدي، استناني دقيقة واحدة فهمتني، وتوا تشوف وتسمع حاجات عمرك ما سمعتهم، رغم اللي انت نعرف اللي انت قريت الآية 5000 مرة يمكن. شوية برك. هنحطوها سيدي. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تولينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فكان أبوهما صالحا فأراد ربك. أقرأ، تدبر القرآن، تدبر. الأول مرة قال فأردت. سيدنا الخضر هو اللي أراد، سيدنا الخضر هو اللي أراد. وقت اللي جاء الغلام قال فخشينا فأردنا مع بعضهم. فأراد ربك، أغزر وين جات فأراد ربك. هون الإرادة ولت من الله سبحانه وتعالى، فهو قدر مبرم من الله. أما اللي قبله كان قدر مبرم من الله وتسخير لعبده اللي هو الخضر. اتفقنا؟ هاي نسكر القوس هذه مش سكوب عاد، هذه ترشقة في الهواء، فهمتني؟ التكليف اللي هو التسخير. أنا أعطيتك أعلى من التكليف، أعطيتك التسخير. طولنا، نتقابلوا 4-5 شهور القدام إن شاء الله، فهمتني؟ فتح الله علينا وعليكم بالحق، بارك الله فيكم وعليكم، وشكر الله سعيكم ونار الله دربكم الأجمعين يا رب. اللهم في هذه الأيام المباركة الجلية يا رب أن يرفع مقامكم وأن يفتح عليكم وأن ينشئ لكم من أرزاقكم خيرا كثيرا. فتح الله لي ولكم يا رب، وربي إن شاء الله يقبل إن شاء الله دعاءكم ويتقبل صلاتكم يا رب، ويغفر سيئاتكم يا رب، وربي يحفظكم جميعا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. ربي يحفظكم يا رب على كل شيء، خاطر أنا متوحشكم كمام، فهمتني؟ وأنتم متوحشيني. دونك اللي خلطوا علينا أول مرة اليوم، شكون جاء أول مرة اليوم؟ تيلواش يا وسيم بالله. يا الله، هذا رمضان الثالث. وليد الغالي، ولا يطلع سلام علينا يا وليد، يطلع خويا راهو. شنو يا وليد؟ نطلع تنسكروا مع بعضنا، خاطر مجدي ندراوي مختفي، مجدي نشوفه في لايف يطلع بدي كل نحلينا لايف ما نراهش. السلام عليكم. هاي وينك يا اخوي؟ إيه؟ هاكا غدرتنا وحليت لايف، والله خلطت انا هكاك، تو مخر. هكاك والله هكاك جيت طلعتها، فهمت؟ هاي هكاها. شنو الموضوع؟ شنو حكيت وش فما؟ والله حكينا شوية على هيك 2-3 مواضيع، طرحنا شوية الخيمياء، شوية السيمياء، شوية علم الأثير، علم الطاقة، شوية الإنشاءات الطاقية، شوية روحانيات، شوية علوم باطنية، فهمتني؟ شوية علوم الصفوة، شوية من علوم الهيئة، فهمت؟ شوية في علوم القرآن، شوية على أهل التصريف. مع... معناها لايف جانب روحاني صرف. لا لا مش روحاني، لا لا، خاطر في العلوم الباطنية، في العلوم المخفية. قطرة يا خيتي، أنا من الراسخون في العلم، ربي يفتح عليك إن شاء الله، يفتح علي. بنية عمي أنا لا أملك من أمري شيئا، ممكن أنا راني أقلكم علما والحمد لله. كيفاش؟ ايش قلت لك يا نهولكم؟ حسر على الايامات الاولى متاع التيك توك، إيه صحيت، هيك هو. كانت مواضيع هادفه وكانت معناها عباد محترمه، وكانت معناها عندك ما تسمع. أي تو تحل في خاصة في رمضان، خاصة الظاهرة متاع الكشف هذه ياسر كثر، كل واحد جايب فهمتني فازة شفت. جديدة، معناها التحيل في شهر فضيل كيما هكا. الله يهديك، الله يهديك، ربي يهدي، الله يهدي. الله يهدي، الله يهدي، الله يهدي. زيد ولا سهر ولا هتخدم ولا شنو؟ لا سهر سهر ولا ركش مع صاحبي، يعطيك الصحة يا جوعنا أخي. طيبنا حاجة. كالعادة أه؟ عقب الليل. قلت لك جوعنا طيبنا حكاية كالعادة عقب الليل. صح. يعطيك الصحة. انت يا خويا في الجنوب ومشوى إيه، داعش مشيت وزير. قبل ما يدخل رمضان، نهار الخميس هبطت غادي. والله يضيفني صديق، كل التحية وبحذانا، فهمتني؟ مرحبا بك. كان يحب يقول اسمه يكتب ألو، فهمت؟ صديق عزيز هو الحقيقة، ونفس مومنا طيب ياسر، هو ومجموعة من الأصدقاء فرحوا بينا غادي. مشينا الو حراس تريتونيس، ادخل اطلع سلم علينا، مدينة ظهرت روحك خويا، يجي يا خويا، فهمتني؟ كيفاش ما نجمش نبعث لك انا، لا ابعث انت، خاطر هو كنت تعرف بريفي، كنت بريفي.
على فكرة داعش، العقرب اللي هو العقرب البحري، اي. كان الأساس متاعه ضرب الثروة، اللي هي فما زوز خليجات في العالم. لحظة استنى الساعة. وينك يا ولدي؟ انا ملك معاك ايش يا صح ملك. شريبتك يا اخوي، صح شريبتك. يعطيك الصح. نجيك حتى يا لوكا والله نجيك، اصبر على رمضان يتعدى ونجيك. يا خويا بارك الله فيك، ساعة ضيفني وفرحت بيا وانت من اهل الجنوب، بالضبط. اهل عز وكرم يا خويا. يرحم والديك، مش غريب ما عليك. الواجب يا ملك، ما عندي ما عملت باي شيء، راك خويا. يرحم والديك، يرحم والديك، الضيفه انت الجايه فضل ما وكرم. زالت ان شاء الله. يرحم والديك ان شاء الله، ربي يبارك لك ويبارك في اهلك وفي صنعتك مرحبا وفي في اللي كل تعمل وقت فيه. انت والاحباب والاصحاب الكل. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. اما المره كيفاش الجايه قلت ان يا شاء وليد الله ماذا؟ يبارك لك ويكثر ملك منك بالخير الناس. بالشيخ ان شاء الله. شكرا يا حراس، شكرا. شنو هي حكاية داعش يا وليد؟ كنت تحكيها؟ قلت لك قول لك انا يا داعش كان وليد، الأساس كل الجماعة متاعه يدورونا تو بس. الضرب. اي. خاطر احنا فما دو بيبينير مونديال اليوم، الكروفيت رويال تبيض فيه. اي. عندك خليج جيبز وخليج المكسيك. المكسيك رتحوها 10 سنين ورجعوا الانتاج متاعهم العادي، خاطر الكروفيت الرويال تحب معناها المياه الضحلة. فكان الأساس من داعش وقت الضرب الثروة السمكية الموجودة في جيبس، على ذاك يتغذى على فدخل بابور كان محمل بالداعش، خاطر هو البابور كي يجي مثلا باش يدخل البرد عنده دي سيتيرن يفرخهم باش يعلى النيفو نتاعو باش يدخل البرد. فالبابور جاء مبعوث بالذمة وقتها وجاب كله داعش وهو في سعيد كاثر. هذاك علاش هو انتشر في العشر سنين، خاطر كان عندنا صحيح. كالبنون جويد هذاك الصغير احنا قبل، الاخضر، بعد ولا كالازرق. اي. فهكا توانسة مصلي على النبي، معناه ما خلوا فيه شيء. ايش وي قولوا شو. اي انا واحد منهم. حاسيلو يا ما عادش جماعه موجود يعطيكم برشا. الصحه. اي ما شغل. يعطيكم الصحه يا جماعه، بخير يا جميل ان شاء الله، الى لقاء اخر وموعد اخر ان شاء الله. كنا خفيف ظل عليكم ان شاء الله، عمت الفائده ولو قليلا. دونك ليلتكم زينه، تصبحون على الف صباح الخير يا ملك. خير. تصبح على خير خلاص. ليلتكم زينة الناس الكل. عاش خويا، السلام عليكم. صباح على خير، صباح على خير، صباح على خير، صباح على خير، صباح على خير. تو شنو صباح على خير 10 مرات ما حبش يطيح حتى شويه على 180. الناس ما زالت تحب الساريش يا ملك، الناس ما زالت تحب تسمع. حيرت المواجهة يا رس. يعيشكم يا اخويا، يوريكم يوحشكم ان شاء الله. انا زاد راني نحبكم وعلى راسي الناس الكل، فهمت؟ على راسي الناس الكل. 170 واحد باش تخليهم وتخرج ملك ما... نخليهم في الخير ان شاء الله، خليهم في الخير والله. من سكوبات الليله مش على عجله، من اول اللايف لاخر اللايف سكوبات. ما عادش طول يا ملك، ما عادش طول. من اول اللايف لاخر اللايف سكوبات. 4 شهور و20 ياسر. فهمت؟ ان شاء الله ما عادش نغيبوا ان شاء الله، ان شاء الله ربي. والله حتى لو خير ما شاء الله عليهم قايمين بالواجب، يعطيهم الصحه. لا ما شاء الله. انا على فكره فما برشا جدد الليله تبارك الله. اي قناة التجريد كارثة على تونس. هل عندك علم؟ ما عندي علم، هو مشروع قديم جديد لكن مش كارثة، وكارثة كان عدق لك اهو. كارثة استراتيجيا نفصلك، مش بيئيا. بيئيا ماهوش كارثة باش تفهم. اللي سمعتوه في الفيديوهات اللي قاعدة تدور غلط. بيئيا مش، لكن استراتيجيا هو اللي يخوف. علاش استراتيجيا؟ المشروع هذاك ما يتعملش والدولة ضعيفة، وهذاك علاش بورقيبة وقت اللي تعرض عليه في السبعينات رفضوا. اش قالوا انت مش تقسم لي تونس عشتر، مش يولي شطر فوقاني وشطر له تاني، مش تعمل ماء، مش تحط الماء ولا مش تدخل الماء شط تجريد. شط تجريد مش يقسم لي تونس. قالوا انا دولة ضعيفة ما نجمش نحميها هكا، ما نحبش نقسمها، نحب المد بري، ما تعمليش حاجز بحري. وقت اللي جا شو اسمه هو هكا العالم بتاع الذرة التونسي التركي، التركي قال له ما تعمليش، فهمتني، ما تعمليش حاجز بحري. هذاك علاش رفضوا بورقيبة، وخاطر الدولة في وقتها ضعيفة ياسر. اليوم زاد الدولة في حالة ضعف،